استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي هلا 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 يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي انباع العمر بسوق المالية رفاقة حنروح السوق نجيبه ونقعد ونغني عالسنتمية ليكي يا مدينتي يا اللي صمتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي تدفقت قوات إسرائيل وركزوا وعملوا مجهودهم الرئيسي إلى السويس يوم 16 و17 و18 و19 و20 و21 ابتدوا يهجموا ويقووا رؤوس الكباري اللي عملوها ليلة 16 و17 ويتجهوا إلى السويس مباشرة. وكان رأيهم محدد في إن السويس تحولت، والسويس فعلا وقتها كان فيها 5000 مدني، وكان فيها مؤخرة الجيش الثالث الميداني اللي انتقل للشرق، وكان فيها مجموعة من القوات النظامية بتاعة قوات الشرطة المصرية. يعني لما نيجي نقيسها بالمقياس العسكري، السويس هم سموها نفسهم في كتاب التقصير اللي صدر عن لجنة أجرانات اللي هي حققت في وقائع تقصير الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر، قالوا ان السويس كانت مدينة اشباح. بالمنطق العسكري البسيط هو حشد فرقتين من افضل فرق الجيش الاسرائيلي وهجم بيهم في اتجاه السويس، وكان الهدف محدد ان هو يصل الى السويس قبل الساعة 7 صباح يوم 24 اكتوبر 73. ليه؟ لان كان مجلس الامن اصدر قرار بإيقاف إطلاق النار في جبهة قناة السويس اعتبارا من 7 صباح يوم 24 أكتوبر 73. القوات الإسرائيلية وصلت إلى الشلوفة على بعد 12 كيلو شمال السويس الساعة 3 فجر 24 أكتوبر. فبصينا لقينا يوم اليهود داخلين علينا، فقالوا للحاج انت الحاج سيد؟ قال لهم ايوه انا الحاج سيد. فقالوا له احنا هنعملك عمده يعني تبشر البلد دي وتقفلها وبتاع. فهو رفض. جاني عسكري هنا فدائي قال لي الدنيا حاجه جلابيه اما اروح البسها تعمل بقى ايه؟ هتهرب؟ قال لا مش ههرب. في دبابه دخلت عند خلت حاج عبد ندمرها. راح وجه على طول. ما راح وجه واحنا ايه؟ قال لي يا ست دمرنا الدبابه. قلت واحده؟ قال لي لا انا وزمايلي. الدبابه دي انا شفتها عند صرية الحاج عبد. فانا ماشيه مسكت حجر من السور بتاع الحاج عبده ورحت ماسكاه في الدبابه ضربه. قالوا لي ليه كده يا حاج؟ عشان هم محروقين اهم. قلت له لا عشان هم ده انا لو لشنت كنت عملت اكتر من كده. عشان هم جايين ينجسوا الارض الطاهره. كنا بنسمع عن اسرائيل دي في تلفزيونات وفي اذاعات وفي حاجه، وفجاه لقينا مواجهه. في مساء 23 اكتوبر علمنا ان هناك تحركات من القوات العدو محاوله اقتحام المدينه من جهه الجناين. فصدرت تعليمات السيد اللواء محي الدين خفاجه مدير الامن بالتحرك الى اداره النجده وهي خارج المدينه في منطقه منعزله
وكان معنا وقمنا بتوصيله إلى غرفة عمليات مديرية من المحافظة لالتقاء بالسيد المحافظ، وتوجهنا إلى شرطة النجدة، وقمنا بعمل إجراءات إطفاء المبنى من الخارج وعمل اتصالات وتجهيز الاتصالات بالقاهرة بغرفة عمليات القاهرة. وبدأنا في توصيل المعلومات اللي كانت والأحداث الموجودة، وكان معنا على جهة أخرى كبار المسؤولين في الدولة، السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الداخلية، السيد المشير عبد الحميد وزير الحربية، وذلك لتبادل المعلومات فيما يحدث في الجبهة. كانت رتبتي نقيب حديث، كنت أعمل ضابط في اسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس. صدرت تعليمات من مدير الأمن أن أتوجه إلى مستشفى السويس العام، واللي هي كانت شبه عسكرية لحدوث أمر ما. فكانت التعليمات اللي صدرت إلي تعليمات كانت مكتوبة من مدير الأمن بأن أي شخص مصاب من أفراد القوات المسلحة سواء كان مجند أو ضابط أثبته، وكذلك الأفراد المدنيين. وكان الأفراد اللي هم تابع القوات المسلحة كنا بناخد السلاح بتاعه ونثبته في دفتر وبنحطه في مخزن. وبدأت أعداد المصابين تكتر، وكل ما تكتر أعداد المصابين كان الأفراد المصابين كان بيجي معاهم أفراد ملازمين ليهم، كان بيجيبوا لهم الدواء ويشرفوا عليهم لحد ما يتم استرداد العافية بتاعتهم، وبعدين يرجعوا تاني يستكملوا الدورة بتاعت القتال. كل فترة كانت بتكتر عدد الأسلحة، فكانت الأسلحة اللي هي كانت موجودة كانت قنابل شديدة الانفجار وقنابل يدوية وار بي جي 7 وار بي جي 2 وبنادق آلية 762 في 39. اتعرفت على مجموعة من الأفراد من أفراد القوات المسلحة اللي كانوا ملازمين للمصابين اللي كانوا موجودين في المستشفى، فاستطعت ان انا اتعرف عليهم واعرف انواع الاسلحة بتاعتهم، وبفضل الله تم تكوين حوالي 13 او 14 فرد منهم. الطيران الإسرائيلي ابتدى يضرب من الساعة 6 صباحا كل السويس، كل منطقة السويس، علشان إضعاف وهز الروح المعنوية بتاعة القوات اللي موجودة وبتاعة المدنيين اللي موجودين داخل السويس. كان في ملاحظة تنبهوا ليها قوات الفدائيين في السويس أو منظمة سيناء، وأيضا قوات الجيش الثالث اللي كانت موجودة، إن الطيران الإسرائيلي تجنب ضرب المحاور الرئيسية الثلاثة أو المداخل الرئيسية الثلاثة بتاع السويس. هي السويس كمدينة على طرف خليج السويس ليها مداخل برية ثلاثة بس، طريق السويس الإسماعيلية وطريق السويس القاهرة وطريق السويس البحر الأحمر. تجنب الطيران الإسرائيلي في فترة القصف اللي استمرت من 6 صباحا لغاية 10 الصبح 4 ساعات متتالية ان هو يمس الطرق المرصوفة، فتنبه اعضاء منظمة سيناء الى ان هي دي الطرق اللي هيخش عليها، وان دخوله هيتم عن طريق قوات برية مدعومة بدبابات وقوات مشاة مدعومة بدبابات ومدرعات ايضا. وقد كان احنا كناس متدربين عرفنا ان اعظم قتال المدن، وده دربونا عليه قتال المدن، لان دي ارضك انت وبيتك انت ودارك، واحد جاي يعتدي عليك هو مش عارف دي فين ودي فين. انما احنا كنا خرجنا لهم نقابلهم في المثلث بره، المنطقه مكشوفه، اي طياره هليكوبتر تقدر تقضي علينا. فوزعنا نفسنا كماين، 4 كماين. كان في كمين في الله يرحمه الشهيد احمد ابو هاشم اللي هو اخو الشهيد مصطفى ابو هاشم، وكان معاه الشهيد اشرف عبد الدايم والشهيد فايز حافظ امين. الكمين الثاني كان فيه الله يرحمه غريب محمد غريب